خط دفاع الاهلي عامل صداع لمارسيل كولر المدير الفني، وعشان كده هو مش مقتنع بكل اللعيبه معاه ما عدا ياسر ابراهيم. وبعد اللي حصل في ماتش الاهلي والبنك الاهلي اللي خسروا الاهلي برباعيه وما عرفش يحافظ على تقدمه في النتيجه، بيحاول بكل الطرق يعدي الموسم ده عشان يجيب اللعيبه اللي عايزهم، وفي نفس الوقت حدد 3 نجوم وطلب بالتعاقد معاهم في الموسم اللي جاي. ماتش البنك الاهلي خلى كولر يصمم على موقفه ويطلب مدافعين على مستوى عالي زي محمد عبد المنعم، وشايف ان الاداء اللي بيقدمه خط الدفاع في الفتره الاخيره كارثه وهيضيع مجهود الفريق. عشان كده طالب الكابتن محمود الخطيب بالتعاقد مع مصطفى العش مدافع فريق زد. كولر شايف ان العش من احسن المدافعين في مصر عشان بيلعب في مركزين الباك الشمال والمساك، وهو نفس مكان محمد عبد المنعم اللي مشغول بالعروض، لان الاهلي عارف كويس جدا محمد عبد المنعم هيجوا له عروض في الصيف واللاعب عايز يمشي ويخوض تجربه احتراف جديده. والمدافع الثاني هو لاعب زد محمد اسماعيل اللي بيلعب قلب الدفاع، لكن الاولويه لمصطفى العش عشان اسماعيل بيلعب في مركز قلب الدفاع بس. اما المدافع الثالث فهو زياد العسقلاني نجم النادي الاسماعيلي المحترف في روسيا دلوقتي، ولكن الصفقه دي لسه الاهلي ما خدش فيها اي خطوات سواء مع اللاعب او مع ناديه الروسي، والاهلي استقر على ضم 2 مدافعين على الاقل عشان يعوض النقص اللي عنده. احمد حسام مدافع فريق الجونه معروض على مارسيل كولر المدير الفني للاهلي، وهو شايف اللاعب انه كويس لكن ما خدش قرار بضمه ولا لا، وقال هنتابع لاخر الموسم، لو كمل كويس هيكون ضمن خريطه التعاقدات اللي حطها المدرب السويسري لترميم خط الدفاع في الموسم الجديد. احمد حسام كان مضى لنادي الزمالك في موسم انتقالات الشتاء اللي فات، لكن الصفقه ما تمتش عشان الخلافات على المقابل المادي، والمسؤولين في الزمالك والجونه فشلوا في الوصول لاتفاق قبل اغلاق فتره القيد الشتوي اللي حرمه من الانضمام للقلعه البيضاء. وبعدها نادي الجونه اعلن تجديد عقد اللاعب عشان يكمل في صفوف الفريق، لكن لو جاله عقد كويس هيتباع سواء للاهلي او الزمالك، واللي هيحسم الامر الفلوس اللي هتدفع للنادي. كولر اتعرض عليه مدافع الاهلي المعار محمد مغربي عشان يرجع في الصيف، لكنه رفض تماما وقال انه بره حساباته ومش عايزه. وكمان في المدافع المغربي بدر بنون وكلاء لاعبين عرضوه على الاهلي عشان يرجع، واللاعب رحب بالفكره وعايز يرجع تاني، لكن الاهلي عنده مشكله كبيره في عدد اللعيبه الاجانب الكبير هيكون 7، فده هيعمل مشكله للفريق. اما بالنسبه للعيبه اللي الاهلي هيجدد عقودهم، فالمسؤولين في القلعه الحمراء خلاص اتفقوا بشكل نهائي على تمديد تعاقد طاهر محمد طاهر، واللي عقده هيخلص في 2025، وده عكس الكلام اللي اتقال انه ماشي وطالع اعاره وكده اللاعب مكمل في الاهلي. امير توفيق قعد مع اللاعب بعد رجوع الفريق من السعوديه واتفقوا على كل حاجه، وباقي بس التوقيع على العقد بشكل نهائي عشان يكمل في الاهلي. وبرده المسؤولين على فريق الكوره اتفقوا على تعديل عقد مروان عطيه وتمديده عشان ياخد مبلغ مالي كويس ويدخل ضمن مرتبات الفئه الاولى في الاهلي اللي بتوصل مرتباتهم ل 16 مليون جنيه في السنه، هو ولاعب فريق الشباب مصطفى بالخير اللي بيقدم اداء كويس وتصعد للفريق الاول. كولر اعطى الضوء الاخضر لرحيل محمود متولي في نهايه الموسم ده، ومعاه رامي ربيعه وخالد عبد الفتاح اللي بره حسابات المدير الفني في الفتره الحاليه عشان الاصابات والاداء المتذبذب في الماتشات اللي بيلعبوها. قول لنا في التعليقات من وجهه نظرك مين المدافع الانسب للاهلي في الفتره الجايه؟ رامي ربيعه وخالد عبد الفتاح اللي بره حسابات المدير الفني في الفتره الحاليه عشان الاصابات والاداء المتذبذب في الماتشات اللي بيلعبوها. قول لنا في التعليقات من وجهه نظرك مين المدافع الانسب للاهلي في الفتره الجايه؟